ازيكم عاملين ايه؟ جينا لكم النهارده في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم الكوره في القهوه. وزي ما عليتوا بينا في الحلقات اللي فاتت علينا بيكم في الحلقه دي وغيرنا اللوكيشن وعملنا شويه حركات كده، اتمنى ان هي تعجبكم. وقبل ما نبدا الحلقه مع بعض مستنيين منكم اللايك والشير والسبسكرايب. هيظهر لينكات السوشيال ميديا بتاعتنا قدامكم دلوقتي على الانستجرام والتيك توك والفيسبوك واليوتيوب. وزي ما عملتوا لنا سبورت في الحلقات اللي فاتت مستنيين منكم السبورت في الحلقه دي والحلقات الجايه ان شاء الله. النهارده الحلقه عن ايه يا مهند؟ النهارده عن السوبر سب. السوبر سب، اللعيبه اللي بتنزل من على الدكه وبتعمل فارق عامه وبتجيب بطولات لفرق. كلاعيبه ولا كمواقف؟ لا كلاعيبه، يعني لعيب نزل من على الدكه عمل فرق مع فرقته وجاب لهم بطوله من هو من على الدكه في لقطه معينه، بس مش هو اللعيب مشهور بكده يعني. لا هي في لقطه معينه. اوكي بس وهنشوف هنروح لحد فين بالعشره يعني اللي احنا متعودين عليهم. في اختلافات بيننا وفي حاجات بعضينا زي ما متفقين بالظبط. هنرنك في الاخر زي ما متعودين كل مره يعني. بعد ما نخلص الليست بتاعتي انا ومهند هنرنكم زي ما احنا متعودين، وهنستنى برضو الكومنتات بتاعتكم والرانكينج بتاعكم عشان نخش نتخانق مع بعض كالعاده. يلا بينا. تبدا ولا ابدا؟ ابدا. اوكي، انا هبدا بالسهل الممتنع الاشهر على الاطلاق، القاتل المبتسم سولشاير. نهائي تشامبيونز ليج بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد 99 لغايه الدقيقه 90 والدقيقه دلوقتي بدات تضيع. بايرن بيكسب البطوله دي حقيقه لغايه ما عم تيدي شيرينجهام كان دي برضو حاجه من الحاجات الغريبه ان هو عمل تغييرين في الماتش ده، مش تغيير واحد، ان هو نزل سولشاير وتيدي شيرينجهام، وتيدي شيرينجهام عمل جون واسيست والكريدت كله راح لسولشاير. دي حقيقه. ايه ده؟ على فكره حصلت كتير. ليه يعني ليه كره القدم بتعمل كده يعني؟ بس هي مش مره واحده على فكره، حصلت كذا مره يعني، حصلت كتير مع كذا لعيب نزل من على الدكه، كذا لعيب نزلوا واحد عمل فارق وواحد جاب جول. بس بص انت قلت لي سبب قبل كده هو سام هاو مقنع يعني، بس انا مش حابه، اللي هو ان اللي بيجيب جول المكسب يعني غالبا هو ده. دي حقيقه في الاخر الكيرف بيروح لده فعلا. يعني كان يعني شيرينجهام نزل الدقيقه 67 وسولشاير في الدقيقه 81 والجون جه في الدقيقه 91 تقريبا. وكل حاجه راحت في الاخر لسولشاير. دي حقيقه. فطبعا لازم يبقى في الليست سولشاير. انا متفق معاك في اللعيب ده طبعا. مش هنختلف في سولشاير، وانا هروح للعيب تاني واعتقد ان انت تتفق معايا فيه يعني. وهو فينالدوم. اكيد فينالدوم في ماتش الريمونتادا الشهير بتاع برشلونه وليفربول. كان اسطوري. ايه ده؟ فينالدوم الماتش ده كان اسطوري. ايه اللي حصل اصلا؟ يعني هو احنا محتاجين نفهم ايه اللي حصل الاول عشان نشوف فينالدوم هو كان بيعمل ايه قدام. بالظبط. هو اصلا ليفربول اصلا نازله الماتش ده 95% او 97% هم بره الشامبيونز. دي حقيقه. مفيش اي امل. صلاح وفيرمينو مصابين ما بيلعبوش، روبرتسون بيلعب وهو مصاب. خلاص يعني انت داخل الماتش اصلا وانت خسران. انا فاكر تقريبا روبرتسون ما كملش الماتش. ايوه، ما هو فينالدوم نزل مكانه. هو اصلا كان فينالدوم نزل مكانه. ايوه هو حصل تبديل بين الشوطين. طلع روبرتسون ونزل فينالدوم وميلنر راح يلعب باك شمال على ميسي. فيا جماعه الماتش خلصان. هو ميلنر ده احنا بنهزر. بالظبط، الماتش خلصان والماتش خلصان من قبل ما يبتدي اصلا. فاللي هو خلاص ما فيهاش يعني. فجاه فينالدوم بيجيب جون في الدقيقه 54 وجون في الدقيقه 56 والماتش بقى 3-0 هنا و3-0 هنا، ولسه قدامك نص ساعه عشان تجيب جون والمكسب وتتاهل، يا اما الماتش يخلص كده ونخش اكسترا تايم. وتحياتنا طبعا لاوريجي، ارنولد اوريجي طبعا اللقطه الشهيره. وشوف بقى يا اخي برضه يعني لما جم يصعدوا صعدوا بجون عظيم يعني. جون اثار جدل في حلاوته دي حقيقة. حد ذاته يعني. دي حقيقه. بس متفق. لازم نتفق يعني. ابروفد. بس يلا نروح للي بعده. ماشي، نروح للاعب الثالث. يلا بينا. بتهيألي رايي المره دي يختلف عن رايك، صح؟ قول لي. انا هروح لبرضو لعيب في اجماع على نفس اللقطه. نزول بيل فاينل تشامبيونز ليج ضد ليفربول. كانت التغييره دي كان نازل مكان اسكو. اوكي. 61. هو كده الماتش كان محسوم يعني من ساعه ما اصابه صلاح، واصلا سيطره ريال مدريد ليفربول ما كانتش في حالتها. بس نزول بيل قضى عليهم. دي حقيقه. وجاب الجون فقضى عليها بقى يعني اصعب الاشكال. ايوه. فبيل طبعا في ضد ليفربول طبعا لازم يبقى يعتبر من احسن التغييرات يعني. انا يعني هفضل في مدريد بس هختلف معاك. حلو يعني حلو وحش. بالظبط يعني انا هفضل في مدريد بس انا اروح لخوسيلو بصراحه. ماتش البايرن الاخير. لا ده لعيب اصلا جاي يعني
انا اسف بس هو جاي تكمله عدد في ريال مدريد. ده عادي يعني هو مش سامعنا ومش هيفهمنا لو سمع حتى. يعني هو مش جاي بني ادم تعتمد عليه ان هو اساسي. هو جاي تكمله عدد لان انت ما دخلتش السيزون بمهاجم، والماتش 1-0 للبايرن والبايرن متاهل، انت محتاج تجيب جون عشان تتعادل. فخوسيلو نزل الدقيقه 81 جاب جون في الدقيقه 89 وجاب جون في الدقيقه 91، واللي هو انت شخص اصلا محدش مستني منك حاجه. يعني هي هو جاب جونين؟ هو اللي جاب الجونين. فانت شخص محدش مستني منك حاجه. يعني هو اصلا نزوله للملعب يعني ما فيش اي امل. يعني انت مش هقول لك مثلا رونالدو نازل فانت مستني رونالدو يقلب لك الماتش، بس اكيد انشيلوتي منزله لسبب يعني. ده كده ده المافيا الايطاليه على جنب. يعني سيبك من انشيلوتي، انا بكلمك في ان انت لعيب جايبه تكمله عدد بادئ بيه السيزون اصلا وعمل لك حساباتك الاختلاف ووصلك فاينل تشامبيونز ليج في دقيقتين. هي انا فاهم ان دي يعني دي الصوره بتاعت ريال مدريد اللي بقى لها فتره موجوده، بس هي الفكره في خوسيلو. يعني انا بتكلم في ان هو انت محدش مستني منك حاجه زي دي. انا متخيل ان ده مكافاه نهايه الخدمه بتاعت خوسيلو. انا فاهم ده، بس على عمره الطويل في الملاعب مش احسن حاجه، بس هو اجتهد وهي دي اللقطه اللي دي حقيقه هتتوج اجتهاده. دي حقيقه. ماشي نشوف حد تاني. يلا بينا نروح لحد. اوكي انا ممكن اروح بقى المره دي هفضل في الشامبيونز ليج برضو، بس هروح للسنه بتاعت الكورونا. باريس واتلانتا. باريس واتلانتا اوكي. يعني هو ماتش ما اعتقدش ان هيبقى في الذاكره قوي، يعني لان هي كانت السنه بتاعت الكورونا اصلا، والماتشات كانت بتتلعب ماتش واحد بس، مفيش ماتشات رايح جاي، هو ماتش واحد اللي بيكسب خلاص. الماتش ده دي سنه الفاينل. يعني هو الفكره بس منها اللي انا حاطه ان دي السنه الوحيده اللي باريس وصل فيها الفاينل، صح. هو وصل بسبب الجون ده. اوكي. اتلانتا كانت كسبانه 1-0 جايبه جون في الدقيقه 27، والماتش فضل 1-0 لحد الدقيقه 90. ماشي. شوبو موتينج نزل من على الدكه في الدقيقه 80. حلو، والماتش لسه 1-0. ماركينوس اتعادل في الدقيقه 90 وخلاص الماتش رايح في الاكسترا تايم. خلاص يعني 1-1 وهنلعب اكسترا تايم وهنشوف مين اللي هيكسب. فجاه في الدقيقه 93 شوبو موتينج دخل حط الكوره الجون الثاني وباريس كسبت وصعدت. اللي هو ايه اللي حصل يا جماعه؟ انا اصلا نازل من على الدكه والماتش 1-0 والدقيقه 90 وتعادلنا، فخلاص ده حلو قوي كرم ربنا ان احنا نخش اكسترا تايم. مستنيين مني حاجه بالظبط. وحتى مش هو شخصيا، يعني خلاص هما الاثنين اصلا مستسلمين للاكسترا تايم. انت بتعادل في الدقيقه 90، يعني انت مش مطالب ان انت تجيب جول مكسب. صح. فخلاص هو اصلا الحكم حسب 4 دقائق وقت ضايع، فاللي هو ما فيهاش يعني خلاص تمام كده كده داخلين اكسترا تايم. لا يا باشا ما فيش. شوبو موتينج طلع من لا شيء حط الجون ويلا يا باشا نصعد، وراحوا لعبوا الفاينل. انا حقيقي على الاختيار ده علشان فعلا زي ما انت قلت دي اللقطه المضيئه الوحيده اللي في تاريخ باريس سان جيرمان. هم سنه الفاينل اللي هم صعدوا فيها فاينل يعني. لا يعني ورثي. دي حقيقه يعني تستاهل. انا هروح لتشيرشاريتو. ماشي. في الدوري احنا مختلفين المره. مختلفين. ماشي. تشيرشاريتو في الدوري موسم 2012 اللي السيتي خد فيه الدوري فرق الاهداف. اوكي. الجون ده من الاسباب اللي خلت مانشستر يونايتد يفضل في سباق المنافسه لغايه اخر دقيقه. كانت مانشستر يونايتد بيلعبوا استون فيلا واستون فيلا كسبان 2-0. اوكي. الدقيقه 46 مع بدايه الشوط الثاني بينزل شاريتو مكان اشلي يونغ. اوكي. تخيل بيعمل ايه؟ بيجيب هاتريك اصلا. هاتريك. يعني انا لعيب نازل مع الدكه جايب هاتريك. بسبب الهاتريك ده مانشستر يونايتد فضل في سباق المنافسه لغايه اخر لحظه في الدوري الاشهر في التاريخ. في الدوري الانجليزي. فانا انا صراحه الجون ده شدني جدا لان في تراكم احداث بعديها هتوصل لقصه خياليه. فانا حيت شيرشاريتو احمد شيرشاريتو شكرا. ماشي. لا انا مختلف معاك، احنا اختلفنا المره دي ومش مشكله، وتعالوا نشوف اللي جاي يمكن نتفق في اللي جاي يعني. ماشي يلا. وصلنا كده في الليست بتاعتنا للعيب الخامس. صح كده؟ صح. لعيب بيتهيألي احنا الاثنين متفقين عليه ومعظم العالم متفق عليه، الا وهو جودسا. فاينل كاس العالم 2014. بينزل في الدقيقه 88 مكان ميروسلاف كلوزا. دي من اغرب التغييرات اللي انا شفتها يعني، الا لو كان ساعتها يواكيم لوف بيفكر ان هو خلاص انا راضي وداخل بقى ايه نشوف بقى هنعمل ايه في الاكسترا تايم يعني. نزل في الدقيقه 88 هوب تشورلا هوب. والغريب برضو ان تشورلا كان تغيير يعني برضو نفس اللقطه، بس اللي هاخد الكريدت صاحب اللقطه الاخيره. دي حقيقه. وجاب الجون. مبروك كاس العالم ومن اعظم التغييرات في التاريخ. دي حقيقه. انا ممكن بقى انا اروح للعيب اعتقد ان انت هتتفق معايا فيه، وهو ايديه.
يعني سدد يا ايدير. اتفق ومش هتفق ماشي يعني، بس سدد يا ايدير ماشي، بس للاسف سدد يعني. يا سيدي. لعيب مين ايدير يا جماعه؟ محدش عارفه. هو مدرب جايبه بيلعب في ليل في الدوري الفرنسي. مين يا جماعه ايدير؟ محدش عارف. بني ادم نازل في الدقيقه 80، محدش مستني منه حاجه، واصلا محدش مستني من البرتغال حاجه، لان كريستيانو لعب 25 دقيقه وطلع مصاب، فاللي هو خلاص يا جماعه كده الماتش خلص يعني. صح. فجاه ايدير في الاكسترا تايم دخل جاب جون، سدد يا ايدير من 15 متر بعيد يعني، محدش عارف منين، وشاط الكوره ودخلها. انا حاسس ان هو شاط من التعب والله. هو مع انه لسه نازل، بس هو شاط من التعب. هو مش عارف يعمل ايه. هو اصلا واقف في نص الملعب في فرنسا لوحده، بس بصراحه مفيش حد ظاهر له اصلا. يتحيي على الجراءه يعني. طبعا لعيب مالوش ظهور وفي ضغط في لحظه تاريخيه لمنتخبه وعمل كده يعني. دي حقيقه. يعني متفقين توكلنا على الله. ماشي. اللعيب السابع في الليست بتاعتنا. نروح لفاينل اليورو 2000. اوكي. التغييرين برضو التغييرين الاشهر الا وهما ويلتورد وتريزيجيه لفرنسا قدام ايطاليا. وبرضو يعني ويلتورد وتريزيجيه نزلوا، وتريزيجيه جايب جون واسيست. وبيريز على فكره بيريز كان لازم من على الدكه وعامل اسيست. صح. بس انا اقصد ان تريزيجيه عامل جون واسيست. طب ما هنا ويلتورد جايب جون وما خدش اي حاجه. ايوه، ما عشان نفس الموضوع. مين اللي جاب الجون المكسب؟ لا تريزيجيه. بس خلاص. هي نفس القصه يعني، بنعيد بنفس اللوب فاهم. بس اللي هو ويلتورد اتعادل وبعد كده تريزيجيه جاب الجون، وبيريز لازم من على الدكه عامل اسيست ومحدش. بس انت عارف يعني عظمه اللقطه دي في ايه؟ يعني تريزيجيه ساعتها كان بيلعب في يوفنتوس، فمعظم اصحابه قدامه ايوه بيخسرهم الفاينل يعني. لازم على الدكه بيخسرهم الفاينل وهو بيحتفل. وتقريبا كانت اول مره يعني يطبق الجولدن جول في بطوله كبيره. يعني تقريبا كان القانون محطوط، بس كانت اول مره نشوفه في التلفزيون يعني. فطبعا تغييرتين، انا هقول 2 تغييرتين من اعظم التغييرات. انا يعني متفق معاك طبعا في لعيب زي ده يعني. اوكي، متفق معاك وفي الماتش وفي اللعيب وفي الاحداث كلها يعني. هو اصلا كان ماتش عظيم. دي حقيقه. ماشي. انا هروح بقى اللعيب اعتقد دلوقتي احنا مختلفين فيه. ماشي. واللعيب ده هو اللعيب الثامن اعتقد في الليسته بتاعتنا. بس احنا مختلفين المره دي. بس انا هروح لرودريجو. هفضل شويه في مدريد يعني. انا ما دخلتش معاك بيل، بس انا هاخد 2 من مدريد بصراحه. هاخد ماتش بتاع ريال مدريد والسيتي بتاع رودريجو. تعرفش تعدي من حاجه؟ فم حاجه دي ما اقدرش. طب والله لاجل فم حاجه بالظبط، لاجل فم حاجه ما ينفعش يعني. انت اصلا ماتش محرز جاب جون في الدقيقه 70، ولما محرز جاب الجون انشيلوتي عمل التغيير ان هو نزل رودريجو. خلاص انت بتلعب السيتي وهم، انت محتاج جون عشان جونين عشان تتعادل بعد ما هم جابوا جون يعني. انت اصلا كنت محتاج تجيب جون عشان تتعادل قبل ما هم يجيبوا، فهم اصلا جابوا. محرز جاب جون في الدقيقه 70 وفضل الماتش ماشي. ان الماتش خلاص السيتي ماسك الكوره وبيموت الماتش وكل حاجه، وجريليش راح ضيع كوره من على الخط اللي مندي شالها في الدقيقه 86، فالماتش خلصان يعني خلاص ما فيهاش حاجه. فجاه الفم حاجه بتظهر، جونين في الدقيقه 90 ولا 91 و93، وبتخش اكسترا تايم. بنزيما بيجيب ضربه جزاء في الدقيقه 92 والماتش بيخلص. بس هي الفكره بقى ان هنا اللي ما جابش جون المكسب هو اللي اتبروز يعني، مش بنزيما اللي اتبروز. بس هي هقول لك عشان جايب، لا عشان الكلمه اللي عصام الشهداء الفم حاجه. لا غير فم حاجه يعني. هو بسبب الكلمه يعني. هو الموضوع فضل متعلق مع الناس بسبب الفم حاجه. لا بسبب الجونين يعني. هو كده طبعا يعني. هو ده سيناريو يعني. بس اقول لك حاجه، انا موافق تدخل عشان لاجل فم حاجه بالظبط، وعشان رودريجو لعيب اندر ريتد جدا في ريال مدريد. دي حقيقه يعني. انا بحس ان هو بيدي الفريق اكتر ما فينيسيوس بيدي. بس مش السبوت عليه زي ما السبوت على فينيسيوس جونيور يعني. اوكي. انا بس اختلافي معاك ان السيناريو اتكرر كتير قوي. ريال مدريد والسيتي ده يخرج مره وده يخرج مره، فمش حاسس ان هي فيها سوبر صب. هو صب بس مش سوبر. ايوه بس هي الفم حاجه لازم. طيب انا اختلافي معاك في ده فاينل تشامبيونز ليج 2006. اوكي. برشلونه والارسنال. وانا اسف لجمهور ارسنال لانهم ما شافوش اللقطات دي كتير، فدي لقطه مهمه. تغيير بليتي بأوليجير، يعني باك يمين بمدافع. انا مش فاهم رايكارد كان عايز ايه.
وبعد كده السؤال اللي هساله بعد كده، انا مش فاهم بليتي بيعمل ايه هنا. ايوه دي حقيقه فعلا، ده السؤال الاهم فعلا. بليتي وصل لغايه العارضه، ايه أيوة بليتي انت تايه يا ابني. ووصل وجاب جون من احلى الاجوال وكان جون المكسب يعني. بصراحه غريبه جدا جدا من رايكارد وغريبه من بليتي، وفي الاخر تحياتنا لجمهور ارسنال الحزين. لا انا مش متفق معاك في اللعيب ده بصراحه. ماشي يعني بس الماتش عظيم. ايوه ما عنديش مشكله في الماتش، بس انا مش اللعيب ماشي، انا اصلا مش متفق معاه، انا مش متفق، بس اللقطه تستحق السبوت لايت يعني. اوكي وصلنا للعيب رقم 9 في الليست بتاعتنا، وهفاجئ مهند. فاجئني. هفاجئك والله العظيم وانت ما بتحبوش ومش راضي عن السب ده، بس انا هقوله لك. ماشي قول. كوارتر فاينل كاس عالم. مش موافق كوارتر فاينل كاس عالم 2014 هولندا قصاد كوستاريكا. فان خال عمل حاجه في مدربين بيعملوها، بس الصراحه كان عنده الجاتس والجراءه ان هو يعملها في كاس عالم. نزل كرول مكان كليسن في ضربات الجزاء. ساعتها كرول تقريبا كان في نيوكاسل حاجه كده. يعني لعيب مش عادي يعني مش تمام يعني. بس في واضح ان الناس عارفه ان كرول متميز في دي، وفان خال مؤمن بدي وما عندوش مشكله يجازف وهيشيل الريسك لو خسر، ان هو عمل حاجه مش طبيعيه، الحارس بيغير حارس وعملها، وكرول صد ضربتين جزاء وصعدوا من الكوارتر فاينل. والكاس العالم ده ووصل فيه هولندا لغايه ابعد نقطه ووصلوا فاينل كاس عالم. فالصراحه لقطه جريئه جدا من فان خال، وكرول يستاهل في كاريره الكبير ده ان هو يتسلط الضوء عليها، من ضمن السوبر سابس اللي شفتها في حياتي يعني. انا مش موافق يعني. انت تمام رايك واحترم وكل حاجه، بس انا مش موافق في حاجه زي دي. ماشي انا هروح للعيب برضو اعتقد ان احنا مش متفقين مع بعض فيه. حصل. هروح لموسى ديمبلي ليون قدام مانشستر سيتي. ده كان سنه الكورونا برضو. كانت سنه انت كنت فاضي للتلفزيون يعني انا مش عارف الموضوع ده يا ابني السنه دي تقريبا كانوا بيشغلوا الماتشات في القهاوي ومحدش بيتفرج. ايوه دي حقيقه فعلا، ما كانش في قهاوي اصلا، ما كانش في اي حاجه يعني. ايوه صح فعلا. ليون البطوله دي عامه كانت عامله سيزون جامد قوي يعني. هي كانت مطلعه اصلا اليوفي قبل ما تخش تلعب السيتي، والسيتي كان مطلع كمل والسيتي كان مطلع ريال مدريد من دور ال 16، فخلاص معروفه اللي بيطلع ريال مدريد هو اللي بياخد الشامبيونز ليج يعني خلاص. بس ما حصلش نصيب، دخلوا الماتش ليون لعبت، بدات الماتش جاب الجون، وكان برده الماتش واحد بس ما كانش رايح جاي عشان ساعه الكورونا. فليون جاب الجون وبعد كده دي بروين اتعادل، وبعد كده موسى ديمبلي نزل في الدقيقه تقريبا 69 او 70 في حاجه في الرينج ده وقلب الماتش. يعني هو نزل جاب جون في الدقيقه 75 وجون في الدقيقه 79، وفجاه بقى الماتش 3-1 والسيتي حاسس ان هو بيطلع من البطوله. لا يا جماعه ايه اللي بيحصل؟ بنطلع، احنا كان قدامنا نوصل اسهل سيمي فاينال في حياتنا، دي حقيقه بنلعب ليون، فاللي هو احنا هنوصل سيمي فاينال امتى؟ بس انا فاكر السيزون ده بتاع ليون في الشامبيونز ليج كان عالمي. ايوه دي كان عالمي فعلا، وانا بقول لك كانوا مطلعين اليوفي من قبلها وبعد كده دخلوا لعبوا سيتي وطلعوا. والله حقيقي انا حقيقي لمجرد ان اللقطه مش هتتكرر. ايوه دي حاجه مش هيشوف ليون بيكسب السيتي تاني غالبا يعني كوارتر فاينل تشامبيونز ليج يعني بيوصل سيمي فاينل، فاللي هو فلا شكرا. اوكي ماشي. انا هروح بقى لاخر لعيب في الليسته بتاعتنا النهارده. ده متفقين عليه صح؟ ده متفقين عليه واعتقد كل الناس متفقه عليه يعني. انا هروح لمحمد ناجي جدو. محمد ناجي جدو في يعني انا مش هبروز البطوله كلها عشان احنا بنبروز ماتش واحد صح. بس هو في البطوله كلها كان ده حاجه ما بتحصلش وحاجه مستحيل انها تحصل. هو هداف البطوله جايب 5 تجوان، الماتش الوحيد اللي ما جابش فيه جون كان قدام بنين، اللي هو ده اسهل ماتش اصلا كان المفروض يجيب فيه جون يعني. هو جايب جوان كلها قدام فرق صعبه، الماتش الوحيد اللي ما جابش فيه جون كان قدام بنين، جايب 5 تجوان وطالع هداف البطوله. ماتش غانا ده نازل في الدقيقه 70 مكان عماد متعب، واللي هو يلا يا جدعان بقى خلاص جدو نزل، فالجون امتى بالظبط خلاص. بس هي الفكره ان الماتش ده اصلا غانا كانت متوحشه يعني. هو عصام الحضري هو اللي كان شايل الماتش ده، ربنا سترها معانا يعني زي ما بيسترها معانا على طول يعني. بالظبط. بس هو عصام الحضري الماتش ده كان متالق، فكان الماتش كان رايح لسكه الاكسترا تايم، فجاه جدو باص بينه وبين كان زيدان تقريبا صح؟ زيدان باص 1 2 هما الاثنين. زيدان برضو ملك الاسيستات الرايقه دي حقيقه. هو جدو راح داخل حاططها ببطن رجله في البعيده والدقيقه 85 والماتش. انا عايز اقول لك حاجه بجد والله، انا كانت في قناعتي وانا بتفرج على الماتش ده، انا حسيت لحظه ان احنا عاملين سحر يعني بجد والله.
احنا يا ابني جمهور ولاعيبه دي في حقيقة. سواد. انا فاكر الشاشه كانت اصلا غامقه من كتر مش عارف ايه، كانت الدنيا نور قاطع ولا دي شماريخ ولا ايه. لا هو ومفيش. لا هو جده البطوله دي، يعني انا بقول لك هو احنا بس عشان بنبروز ماتش، بس احنا لو هنبروز بطوله كامله فدي طبعا. كانت بطوله جده صح. من اول ماتش لاخر لا ماتش يعني. متفقين ما فيهاش. دي حقيقة. انا بقول جدال. عشان كده بقول لك مش احنا لوحدنا، بس اعتقد كل الناس هتبقى متفقه على حاجه زي دي يعني. اوكي. ودي كانت الليست بتاعتنا ال10 لعيبه السوبر سابس. هنرتبهم دلوقتي وهنستنى بعد كده الترتيب بتاعكم. ودي كانت الليست بتاعتي انا ومهند، وترتيبنا لاحسن 10 تغييرات حصلت في تاريخ كرة القدم، سواء غيرت الماتش او غيرت مسار بطولة كاملة. مستنيين الترتيب بتاعكم، وعايز اشكر جدا جدا الناس اللي شاركت معانا وقالت الترتيبات بتاعتهم في الحلقات اللي فاتت. يعني صحيح ما اتفقناش معاهم، بس يعني كل الناس كانت ما قالتش اي حاجه من اللي احنا قلناها. انا موافق، مفيش مشكله. فمستنيين برضو زي ما قلنا تعليقاتكم بالترتيب بتاع اللعيبه بتاعتكم، ورايكم ايه في الليست دي. صح كده؟ صح كده.